أستاذي مساء الخير، أنا بكلم حضرتك عاوز الإفادة منك. أبدأ إزاي أتحرك للسفر لألمانيا؟ أنا مقيم في الخليج وسني 37 سنة، مؤهل دبلوم صنايع. حضرتك تدلني أعمل إيه عشان الموضوع أنا تايه مني ومش عارف أبدأ منين أو أعمل إيه، وشكرا مقدما للرد. بص يا سيدي، أنت أحلى حاجة هنا في ألمانيا إن هما مش عندهم حاجة اسمها كليات قمة والحاجات دي زي عندنا، بس عندهم واحد بيتعب. لو أنت حابب إن أنت تيجي لازم تتعب. طب إيه التعب في الموضوع؟ اول حاجه واهم حاجه اللغه. لازم تبتدي تتعلم لغه، وهتيجي حتى لو انت معاك دبلوم صنايع. على فكره هتكون هتقبل على طول لو انت كمان تشتغل في المهنه اللي انت اتخرجت منها من الدبلوم الصنايع. هو بالنسبه لهم ده هنا اصلا الدبلوم الصنايع ده زي اوس بيلدونج، يعني ده تدريب مهني، اسمه تدريب مهني. فانت مشكلتك الاول والاخيره هي اللغه. لو اتعلمت اللغه هتيجي المانيا كده بسرعه جدا. بس المشكله ان انت تتعلم لغه. تتعلم لغه لغايه قد ايه؟ لغايه بي 1. ده المستوى المتوسط. ممكن ياخد منك قد ايه؟ ياخد زي ما ياخد، سنك مش فارق، مش مهم. لغايه تقريبا سن مثلا نقول 45 سنه لغايه 50 سنه. هنا اصلا سن المعاش في المانيا 67 سنه، وهيعلوه كمان، بيفكروا يعلوه لغايه بيتكلموا ان هو 70 سنه او 72 سنه، لان محتاجين ناس. فانت مش مشكلتك في السن، بالعكس انت شاب وصغير. مشكلتك في اللغه. حاول تتعلم اللغه. لو اتعلمت اللغه اضمن لك الموضوع هتيجي وتيجي بسهوله جدا المانيا، ويبقى ليك مستقبل باهر كمان، لان الدبلوم الصنايع دي حاجه مميزه اصلا هنا في المانيا.